شفنا ضربة الرأس من لاعب جيمس تيدي، شفنا محاولة أحمد مجدي، والمحاولة الثالثة والأخيرة كانت من نصيب اللاعب أسامة محمد من الكرة الثابتة. محمد شعراوي جول، جول محمد شعراوي. نعم الثالثة ثابتة، ومحمد شعراوي واضح أنه كان ناوي أن يتقدم للفريق البترولي من خلال هذه اللقطة، وفرحة لاعبو فريق بتروجيت. ومحمد شعراوي يتلقى هنا تلك اللقطة ويلتقط صورة من خلال طبعا هذه الصورة التخيلية مع رقصة وتعبير عن فرحة الهدف الأول. كرة وانطلاقة جميلة جاءت، جيمس تيدي يتدخل، والله مصطفى شبيطة اللي عمل هو محمد شعراوي هو اللي بدأ الهجمة وعمل التاكلينج ونجح في قطع الكرة. اللون الأبيض أصحاب الأرض فريق بتروجيت، كرة ملعوبة عرضية، هوبا بقرار بفرمان، لمسة يد على بيتر أودورو من داخل منطقة الجزاء، عرضية مهاب سعيد. كما نتابع أمامنا صورة واضحة لا تحتاج حارس الشناوي، محاولة للتعديل، هوبا يلعبها